عندك أجنحة وشوية دقيق، يلا نعمل بيهم مع بعض وصفة لذيذة قوي موجودة في منيوز أشهر المطاعم. أجنحة الدجاج بصوص البافلو، هنعملها مع بعض خطوة بخطوة وبالتفصيل، وكمان هقول لكم على كذا طريقة للتقديم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة بتشوفوا قناتي ياريت تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا إشعارات بكل وصفاتي الجديدة. معانا هنا كيلو أجنحة مغسولة كويس ومتصفية، ويكون حجمها صغير عشان لما بتكون صغيرة بتستوي أسرع، ولو حجمها كبير مفيش مشكلة خالص. هنشكشكها بالشوكة كده عشان التتبيلة تتوغل جوه والجناح يشربها كويس. الجزء اللي بيكون في طرف الجناح احنا مش بنستخدمه، بنقطعه، والجزء ده بنقطعه من عند العظمة اللي في النص دي، بس ناخد بالنا نكون السكينة حامية عشان تقطعه بسهولة. ولازم واحنا بنقطع نحافظ على الجلد يكون موجود، لان هو ده اللي بيدينا القرمشة مع التتبيلة. هنخليها على جنب شوية لحد ما نحضر المحلول اللي هننقعها فيه. 3/4 كوباية لبن او حليب زي بعض الدول العربية ما بتقول، نص كوباية خل، وهنسيبها في التلاجة لمدة ساعة تاخد وتدي مع نفسها كده لحد ما تقول الحقوني. زي ما احنا عارفين ان اللبن مع الخل او الزبادي مع الخل بيفتت الانسجة وبيديها ليونة وطراوة. في الوقت ده هنكون بنحضر المواد الجافة اللي هنعمل بيها الكوتنج او الطبقة الخارجية للأجنحة. 1.5 كوب دقيق، معلقة كبيرة ممسوحة نشا، معلقة ملح، معلقة بصل بودرة، معلقة توم بودرة، معلقة فلفل اسود او ابيض، ولو عندك جنزبيل هتبقى حلوة حطي نص معلقة، انا ما كانش عندي. هنقلب المكونات كلها مع بعض. طب يا رندا، ما ينفعش نستخدم الحاجة فريش؟ يعني التوم فريش، البصل فريش؟ لا طبعا ما ينفعش عشان هيتحرقوا. ودلوقتي هنعمل البافالو صوص، وفي حاجات ممكن نستغنى عنها هقول لكم عليها واحنا بنشتغل. بصوا بقى، المكونين الاساسيين اللي عندي هما الزبدة والصوص الحار. هستخدم 125 جرام زبدة وعليهم 200 جرام او كوباية صوص حار. انا هنا استخدمت سيراتشا صوص. نبدأ بقى نحركهم لحد ما يختلطوا مع بعض، واهم حاجة تكون النار هادية، لان لو النار عالية ممكن تفصل. زي ما احنا عارفين ان الزبدة بيكون فيها كمية من السوائل، مع النار العالية هتفصل مننا. دلوقتي هحط التوابل بتاعتي: معلقة توم بودرة، معلقة بصل بودرة، معلقتين كبار خل، معلقة بابريكا حلوة أو حارة ودي مش مهم ممكن نستغنى عنها، فلفل أبيض أو أسود، ومعلقة صغيرة من السكر وده مهم جدا، ممكن نستبدله بالعسل أو السكر البني. بالنسبة للملح زي ما تحبوا، أنا شايفة إن معلقة صغيرة هيكون مظبوط. هنفضل نقلب على نار هادية لحد ما القوام يتقل، وأول ما تبدأ في الغليان هنرفعها من على النار، وهنضيف لها معلقتين من المايونيز. المايونيز هنا علشان يفتح لونها شوية ويوصلنا للون الأورنج المشهور بيه البافالو صوص. بصوا معايا بقى كده القوام عامل ازاي، شايفين اللون تحفة ازاي، خطير. بعد ساعة هنطلع الأجنحة من التلاجة ونصفيها من السائل بتاعها. هنشيل منه قد معلقتين كبار هنضيفهم على الدقيق، دول بيساعدوا ان الدقيق يمسك في جلد الجناح وده اللي بيدينا الطعم الكرانش. هقلب الدقيق كويس وبعدين انزل بكمية الأجنحة، هنزل بيها على مراحل عشان ادي فرصة ان الأجنحة تتغلف من كل الجهات. ندخل بقى في مرحلة القلي، ناخد بالنا ان النار تكون متوسطة. طب هنعرف منين؟ لما ناخد حته كده من المعجون اللي احنا عملناه بتاع الدقيق ونحطه في النار، اول ما تعمل فقاقيع حواليها كده وتطفو فوق الزيت، بكده نبقى وصلنا لدرجه الحراره المظبوطه. لان لو درجه الحراره عاليه يبقى الاجنحه هتتحمر من بره وهتبقى نيه من جوه، ولو هاديه يبقى هتشرب زيت. هننفضهم الدقيق كويس ونحطهم في الزيت، مش هياخدوا وقت كبير، هما يعني 10 دقايق 12 دقيقه، وده يرجع لحجم الاجنحه اللي احنا مستخدمينها. ودلوقتي هما استووا، شايفين لونهم ذهبي وحلو ازاي. هنطلعهم بقى على مناديل مطبخ ونبدأ الخطوة اللي بعدها. في طبق غويط شوية هحط الأجنحة وانزل على طول وهي سخنة كده، مستناش بالبافلو صوص، وليه مستناش؟ عشان وهي سخنة كده المسام بتاعتها بتبقى مفتوحة، فالصوص هيغلفها من بره واللحمة نفسها هتبقى غنية بالطعم. ونقلبها تقلبتين كده علشان الصوص يغلف كل الجوانب، ونديها رشة سمسم ده لو موجود علشان نرفع من القيمة الغذائية وبيدي طعم لذيذ.
وده بيكون شكلها بعد ما بنغلفها بالصوص وبنحط لها الإضافات زي السمسم، بيكون شكلها خطير، مش محتاجة حاجة جنبها بصراحة. وزي ما وعدتكم في بداية الفيديو هوريكم كذا طريقة للتقديم. هي عادة بيتقدم معاها كذا نوع من الصوصات، أنا عملت الرانش صوص، إن شاء الله الفيديو بتاعه نازل قريب على القناة. وممكن كمان تتقدم مع أي نوع رز، أنا هنا عملتها مع رز بالشبت، وحطيت على الرز شوية مكسرات وبصل محمر. وبس كده، أتمنى تجربوها ومستنية رأيكم في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وشير، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. كنت معاكم رندا، واشوفكم في فيديو جديد لوصفة جديدة.